بقلب ام زيد المنشكحين اللي قاعدين في قلبي ومنورين ومربعين ومأنتخين كمان. مكانكم هنا كبير قوي 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 قوي. مكانتكم عندي لا تعد ولا تحصى والله العظيم. بصوا بقى، النهارده كان ربنا كريم عليا قوي، كريم عليا بزياده. انا نزلت السوق وانشكحت بما فيه الكفايه. عايزه اقول لكم ان انا روقت على نفسي وروقت على البيت كمان، ان شاء الله مع حد حوش واتدلعت يا لوز واتدلعت يا لوز. ايه دي يا ولاد؟ وانا حاضنه كاني حاضنه ابني ليه كده؟ حاضنه الملوخيه ده في حضني كانها هتطير مني ولا كانها ابني ولا ايه، مش عارفه. بصوا بقى، انا عايزه اوريكم بقى المشتريات اللي انا شارياها النهارده. والله العظيم من رضا ربنا عليا، ربنا اكرمني اخر كرم النهارده. عايزه اقول لكم ان جوزي امبارح ربنا رضاه في الشغل فبعت لي 1000 جنيه. فانا عايزه اقول لكم كلمتين قبل ما اوريكم الاسعار واوريكم الحاجات اللي انا شارياها النهارده. بصوا بقى يا جماعه، عايزه اقول لك ان من اهم حاجه في الدنيا ان انت تكوني راضيه عن حالك وحياتك وتكوني مبسوطه. ونعمه الرضا في حياتك دي شيء كبير قوي. عارفه كل ما ترضي بالقليل ربنا بيزيدك. والله العظيم انا عن نفسي ماشيه معايا كده، كل ما الاقي نفسي راضيه بالقليل ربنا بيزيدني، راضيه بالقليل ربنا بيزيدني. بنزل السوق بلاقي نفسي بجيب كل طلباتي، بلاقي نفسي مش محتاجه اي حاجه طول الاسبوع. النهارده بقى سوقت تسويقه ال10 ايام، اول 10 ايام في شهر 9 جبت كل حاجه من الابره للصاروخ، مش هحتاج اي حاجه من بره. يلا حبيبي حطوا اللايك واشتركوا في القناه ويلا عشان نشوف. تعالوا بصوا بقى حبايب قلبي، هوريكم بقى كل حاجه. التليفون ماله؟ لا اتعدل، مش وقتك مش وقتك مش وقتك وحياه ابوك. بصوا بقى حبايب قلبي، التليفون بتاعي مش عارفه البتاع، الرينج لايت بتاعي يا جماعه بعافيه والله. حطوا اللايك حبايب قلبي. اول حاجه زي ما قلت لكم جوزي كان باعت لي 1000 جنيه، ماشي. فانا ما خدتش معايا ال 1000 جنيه، انا خليت 200 جنيه بس على جنب كده، ما خدتهاش معايا، خدت معايا 800 جنيه. صرفت كام؟ صرفت 710. واتبقى معايا كام؟ اتبقى معايا 90 جنيه من دول هحطهم في الحصاله قدامكم اهو. اهو انا حاطه البتاع هنا جنبي في المطبخ، البتاع اهو، ال 90 جنيه حطيتهم قدامكم اهو. تمام كده، ملناش دعوه بيهم، دول موفراهم من السوق، ملناش دعوه بيهم. صرفت 710. يلا بقى حبايب قلبي تعالوا بقى كده. بصوا بقى، اول حاجه انا جبت ازازه زيت، وازازه الزيت دي جايباها من السوق عامله 50 جنيه، ماشي، عامله 50 جنيه اهي. ازازه السوق دي جايباها ب 50 جنيه من السوق. عندنا هنا في المحلات عامله 60 جنيه، لا بجيبها من السوق ب 50 جنيه، ماشي. تمام كده. وانا كنت محتاجه كيلو سمنه فجبت كيلو سمنه، والكيلو السمنه ده عامل 90 جنيه جايباه من السوق، ماشي. سمنه سايبه ب 90 جنيه الكيلو. وازازه الزيت ب 50 جنيه. واللهم صل على النبي. جبت مكرونه، نص كيلو مكرونه من هي المعوجه دي، نص كيلو مكرونه ب 10 جنيه، ماشي. وجبت كمان نص كيلو شعريه ب 10 جنيه، تمام. وجبت نص كيلو مكرونه سباكيتي ب 10 جنيه، تمام كده اهو. وجبت هنا معايا، جبت 4 اكياس ملح، 4 اكياس ملح ب 12 جنيه. انا ما بستغناش عن الملح خالص، عشان بعمل مخلل، بعمل اي حاجه فما بستغناش عنه. فجبت 4 اكياس ب 12 جنيه، تمام كده. استنوا يا ولاد، ده الخير كتير قوي، ده الخير كتير، اصبروا عليا بس. ده من، بصوا، من كرم ربنا الكبير عليا والله بالرضا. عارفه كل ما مش عارفه انا بتلخبط ليه. عارفه كل ما ترضي ربنا بيزيدك، كل ما ترضي ربنا بيزيدك والله العظيم. زي ما بقول لكم، ارضي بالقليل. اي حاجه معاكي مشي نفسك بقى تلاقي ربنا بيراضيك. انا يعني جوزي كان بيبعت لي 500 ساعات 600، والله ميزانيتي مش مظبوطه. المرات اللي لقيته بعت لي 1000 جنيه والله ما خدتهاش معايا كلها، سبت 200 جنيه زي ما بقول لكم، ومشيت نفسي بال 700 جنيه. 710 بقى مني 90 جنيه حاططها في الحصاله، ما باجيش يا مد، دي انا موفراها من السوق بعينها بقى، تمام. اللهم صل على النبي. جبت كمان، جبت كل الحاجات اللي ناقصاني يا جماعه. دي مشتريات اول 10 ايام في شهر 9، اول 10 ايام في شهر 9. جبت ب 10 جنيه كمون، وجبت ب 10 جنيه كزبره، تمام. وجبت ب 10 جنيه فلفل اسود، ماشي. انا ما بجيبش توابل كتير يا جماعه، انا ما بجيبش توابل كتير، بمشي نفسي باي حاجه، تمام. طيب ادي الحاجات اللي هي السمنه والمكرونه والكلام ده. هقول لكم على حاجه حلوه قوي. لما تنزلي السوق حاولي ان انت تجيبي كل الحاجات اللي انت تحتاجيها. ليه بقى؟ اما تجيبي حاجتك كلها مره واحده هتضطر ان انت ما تنزليش السوق كل شويه وما تصرفيش كتير. انا بعمل كده، انا طبخت معاكم المحشي، وعملت معاكم اللهم صل على النبي
عملت المكرونه معاكم مرتين اتنين، الحاجات اللي انا بشتريها اللي بمشي بيها، ما بجيبش حاجه من بره تاني، انت اعملي كده. تمام. يبقى دي الحاجات اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت السمنه والمكرونه والكلام ده والتوابل وكله. بالنسبه لحاجه، الناس اللي بتقول لي هو انت بتيجي تحسبي الاكله تقولي مثلا مكرونه ب10 وبطاطس ب10، امال فين السمنه والزيت؟ انا يا حبيبه قلبي احنا ايه، خلاص فاضل 3 ايام ونخش على شهر 9. انا جبت ازازه زيت وجبت كيلو سمنه، لسه بقى هجيب التموين سكر وزيت كمان، ماشي؟ ما بجيبش سمنه في التموين، بجيب سكر وزيت. فعلى ازازه الزيت دي بيكفوني بقيه الشهر، يعني انا ما بشتريش بقى خلاص ولا سمنه ولا زيت. يعني مش كل لما تيجي تطبخي طبخه حضرتك هنجيب سمنه وزيت. الناس اللي بتقول لي فين السمنه والزيت، ما انا بجيب كيلو سمنه وبجيب التموين بتاعي بيكفوني الشهر. فاهمين قصدي؟ طيب يبقى انا كده بحسبش بقى كل مره، مش هحسب الزيت والسمنه لانهم اصلا اساسي موجودين في البيت عند اي حد يا جماعه. فاهمين قصدي؟ طيب. وهنا جبت البتنجان، والبتنجان ده كان عامل 5 جنيه، ماشي؟ عامل 5 جنيه. فانا جبت ايه، جبت 2 كيلو. تمام كده، جبت 2 كيلو، ماشي؟ 2 كيلو ب 10 جنيه. بصوا بقى، انا هنا جبت بلح اسمر، عيالي بيموتوا في البلح الاسمر، احنا من عشاق البلح الاسمر، ماشي؟ الكيلو عامل 20 جنيه. فانا جبت كيلو ونص، جبت كيلو الواحده اهو، وجبت ايه، وجبت كمان نص كيلو اهو. بصوا اهو، اهو بصوا يا جماعه، اهو زي الفل وطعمه زي العسل. جبت كيلو ونص. هعمل ايه بقى، هخلي نص كيلو في التلاجة ياكلوه عشان البلح الاسمر روحه قصيره شويه بيحمض بسرعه، فانا هخلي نص كيلو العيال ياكلوا منه، والكيلو تحفظيه في الفريزر. احفظيه في الفريزر، هتطلعي منه في نص الاسبوع وتاكليه. عايزه اقول لك تاكليه مع الفطار بقى، تاكليه في العشاء، تاكليه في الغداء، جميل جدا، ماشي؟ بجنبه حته جبنه ورغيف عيش بيبقى زي العسل. تمام كده. هنا بقى جبت دمة 2 كيلو طماطم، والكيلو ب 15 جنيه، الكيلو ب 15 جنيه، فجبت 2 كيلو. تعالوا بقى نخش على الفراخ بتاعه الشهر ده. بصوا انا جبت ما شاء الله فرخه وزنها حلو يعني، دي عامله 148 جنيه. الفراخ عندنا ب 66 جنيه، بقى لها اسبوعين ثابته على كده. جبت واحده 2 كيلو، فدي هعملها ايه، على 3 مرات. بعمل الصدر دوت ممكن اعمله مرتين كفته وبرجر مثلا، والوراك بعملها على مره مع الهياكل مع الكلام ده، لا اما مرتين، لسه هنشوف الدنيا وهنظبط يعني. تمام كده. هنا بقى حبايب قلبي جبت البتاع دوت السردين البسارية ده، جبت نص كيلو، ماشي؟ النص كيلو عامل 15 جنيه، الكيلو ب 30 اهي. تمام. دي بقى بتقليها، بتعمليها في الصينيه، يعني تنفع فطار وتنفع غدا جميله. ممكن تقليها، تغسليها حلو وتقليها جنب شويه سلطه وجنب شويه رز، تنفع وجبه غدا ممتازه، كانك بتاكلي سمك بالظبط. وكله مشي الدنيا يا جماعه، مشي الدنيا. نص كيلو ب 15 جنيه، وجنبهم شويه رز وشويه سلطه، مش حاجه، مش مكلفه خالص، واحسن من البطاطس المحمره. عايزه توفري الزيت وتعمليها في الصينيه، اعمليها في الصينيه، كله هيمشي ان شاء الله. تمام كده. وهنا بقى برضو جبت اللهم صل على النبي كيلو سمك، كيلو سمك، والكيلو سمك عامل 75 جنيه. تمام كده. يبقى دي السمك، انا المره دي ما جبتش فراخ كتير عشان عايزه اظبط الدنيا شويه الاسبوع، فهي فراخ بس وكيلو سمك ونص كيلو ايه بسري، هيمشوني الاسبوع باذن الله. تمام كده. هنا بقى حبايب قلبي انا جبت ليمون، وال2 كيلو دول عاملين 10 جنيه، ال2 كيلو عاملين 10. انا جايباهم مخصوص عشان حبايب قلبي اللي طالبين مني ان انا اعمل لهم الليمون المخلل قدام عينيهم كده، ايه الطريقه كلها قدام عينيهم، وانا ما اقدرش ازعلكم ابدا ولا اقدر اتاخر عنكم يا حبايب قلبي من جوه. تمام كده. اصبروا لسه الخير جاي يا ولاد، اصبروا اصبروا لسه. هنا بقى الجوافه يا جماعه، الجوافه في السوق صراحه كانت عامله 25 جنيه، فانا جبت الجوافه ديت، هي شكلها مش لطيف يعني شكلها مش كيوت خالص، بس انا جبتها دي كيلو وربع ب 10، الكيلو ربع ب10، عشان خاطر ايه، قلت لو مثلا لو ما طلعتش طعمها حلو، انا بقول لكم الصراحه، لو ما طلعتش طعمها حلو هعملها عصير، مش هتخسر ولا هتترمي، شويه سكر وشويه عصير ومية مية، هنضفها واحطها في الفريزر. تمام كده. طيب. وهنا كمان اللهم صل على النبي جبت طماطم تاني برده 2 كيلو كمان اهي. بصوا قد ايه صغننه خالص بصوا قد ايه اهي، اهي ديت ب 10 جنيه جايباها. جبت 2 كيلو ب 20، قلت اظبطهم كده احطها في الفريزر، نطبخ منها شويه مكرونه، شويه طبيخ، شويه محشي، اهي كله فضل وعدل من عند ربنا. تمام كده. واللهم صل على النبي، مش بقول لكم خير ربنا ياما، كل ده ب 710 اقسم بالله، من فراخ لسمنه لكل زيت لكل حاجه الحمد لله. اهو ده بقى يا جماعه جايبه عنب اهو، الكيلو العنب في ناس بتبيع ب 30، فانا جبته ب 25 اهو، جبت 2 كيلو ب 50 جنيه اهو. تمام كده. طيب
جبت بقى ملوخيه، شفتوا الملوخيه اللي انا كنت مفرزاها معاكم في الفريزر، خلصت وبألف هنا وشفا، كانت زي العسل والله. خلصت وعملتها والحمد لله. فانا جبت دول برضو هعملهم واحطهم في التلاجة، ينفعوا طبختين ولا حاجه. وجبت الثلاث ربط خضار دول ب 15 جنيه. ماشي، الثلاث ربط دول ب 15 جنيه، صغيرين يعني. تمام. وجبت هنا برضو اللهم صل على النبي، جبت كمان مانجا يا ولاد. المانجا ب 25 جنيه اهي، اهي زي الفل وجامده ومفبوسه زي العسل اهي، ب 25 جنيه. جبت برضو 2 كيلو ب 50 جنيه. تمام كده. عشان بايه تنضفيها بقى، تعينيها بحالها زي ما هي كده للعصير، بتبقى جميله قوي. وهي دي كانت المشتريات بتاعتي، واتمنى تكون عجبتكم. ولو بصي يعني ب 700 جنيه انا ظبطت الدنيا، من التوابل للسمنه للزيت للمكرونه للشعريه للطبيخ بتاع الاسبوع لكل حاجه. هتقولي بقى بالنسبه للفطار، بالنسبه للفطار انا جايبه نص كيلو بساريه، وعندي في التلاجة يا جماعه بيض البط اللي انا كنت جايباه، وعندي مدمسه فول. ده بقى للفطار عندي. الغدا جايبه سمك، هعمل فراخ، هعمل مثلا شويه مكرونه جنب شويه بطاطس محمره. انا عندي بطاطس من الاسبوع اللي فات وما جبتش بطاطس، تمام كده. وما حبيتش ان انا اجيب بطاطس، لان البطاطس غاليه يا جماعه، لسه اسعارها غاليه، فب 20 وب 25 البطاطس. فانا قلت البسارية احسن وارخص واوفر لي بكتير. لو هعملها في الصينيه كده اهو بتبقى زي العسل وبتقضي غرضها وكانك بتاكلي سمك. تمام. اهم حاجه بس تكوني راضيه وتكوني مرتاحه عن اللي انت بتعمليه، وتكوني راضيه عن عيشتك كده، وربنا هيكرمك ويزيدك ويسيبها على الله. سيبي الملك للمالك، سيبي كل حاجه ربنا، وربنا ان شاء الله يمشي لك الدنيا وكل حاجه هتتظبط معاكي باذن الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع الف سلامه.